الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم طاقات بلا حدود، حيث شعارنا دائما في هذا البرنامج نحن نستثمره. حلقتنا اليوم مستمعينا عن أمر مهم جدا لابد أن نغرسه في أنفسنا قبل أن نغرسه في أبنائنا، حتى نعطيهم الطريقة والصورة الواضحة والطريق السليم الذي يوصلهم بإذن الله تعالى إلى بر الأمان، ألا وهو الوسطية. هذا الموضوع المهم اللي راح نتكلم عنه بحضور الأستاذ نزار رمضان، وهو التربوي والمستشار في التربية. نحييه وهو معنا على الهاتف طبعا بحضوره وتواجده، وهو معروف طبعا لدى المستمعين والمستمعات بحضوره وكتاباته ومقالاته الرائعة. حياك الله أستاذ نزار. اهلا بك استاذ عادل، وببرنامج طاقات بلا حدود المتميز الذي له جمهور يعني على المستوى الوطن العربي وليس فقط المملكه العربيه السعوديه، وعلى اختياراتك الرائعه في مواضيعك ومنها اللي هنتحدث فيه النهارده باذن الله. وتحياتي لكل المستمعين اللي بيستمعونا الان. الله يعطيك العافيه استاذ نزار. طبعا في هذه الأيام احتجنا بشكل كبير أن نحدد ملامح الوسطية حتى لا نكون ما بين مغالاة موجودة ولا يكون هناك تفريط، يعني ما بين إفراط وتفريط يعني في أمورنا، يعني سواء في ديننا، في حبنا لوطننا، في يعني حياتنا بشكل عام. جميل أن الإنسان فعلا أن يكون في هذا الأمر. بداية خلينا نتحدث إيش مفهوم الوسطية؟ نعم، عندما نتحدث عن الوسطية فنحن نتحدث عن الإسلام الذي هو وسط بين جميع الأديان وبين جميع يعني أيديولوجيات التي نحياها كلنا. نتحدث عن السماحة، نتحدث عن الحب، نتحدث عن السلام. وعندما نتحدث عن الوسطية أنا الآن لا أتحدث عن الوسطية من الناحية الدينية ولا من الناحية الفكرية. أنا أريد أن أوصل لكل أب ولكل أم ولكل مربي ولكل قائد تربوي أن يمارس الوسطية في كل شيء، الوسطية في الدين وفي الآراء وفي الأحكام وفي الفقه. نعم. وكذلك يمارس الوسطية أيضا في طرق التربية، فليس هو بين المفرط أو بين المتشدد، فهو ليس مع التضييق أو أن يكون مع الاستهتار. يعني نريد أن نطبق هذا الشعار وهذه الآية الجميلة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن تكون هذه الوسطية صفة من صفاتنا، أن تكون خلق من أخلاقنا، وليس شعارا نتحدث فيه في المنتديات وفي الإعلام. نحتاج إلى ممارسة، نحتاج إلى تطبيق داخل مؤسساتنا التعليمية ومحاضننا التربوية، وخصوصا الأسرة والمدرسة. الإسلام عندما نتحدث عن الوسطية ونتحدث عن السلام ونتحدث عن السماحة، ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج مننا إلى تعريفات فقهية ولا يحتاج إلى تعريفات فكرية. نحن أمامنا نموذج يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض، فالنموذج واضح لا توجد فيه آراء. نحن نرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع العصر، وكيف كان يتعامل مع الكافر، وكيف كان يتعامل مع اليهودي، وكيف كان يتعامل مع النصراني، وكيف كان يتعامل مع المسلم، وكيف كان يتعامل بل مع المنافق. فالنموذج واضح أمامنا. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الخلق الوسطي، يمثل الدين الوسطي، يمثل الوسطية التي لم تتكرر ولن تتكرر في التاريخ. جميل. احنا معنى ذلك لما نتكلم طبعا جزئية مهمة جدا، احنا نتكلم عن الجزئية الوسطية في التربية. معنى ذلك انه في مغالاة يعني، وهناك ايضا تسيب. لو تركت هذه الوسطية ما الذي ممكن الواحد يقع فيها إذا كان يعني وجدت مغالاة؟ يعني في ناس بيحبوا أنهم يشددوا على تربية أبنائهم، يبغى بأحسن وضع ويعني ويمنعوا عن أشياء ويعمل في نوع من التشدد يعني بشكل كبير. وفي ناس لا، يخلي براحته ويشوف اللي يبغى يشوفه، يصاحب اللي يصاحبه، يلعب بالمكان اللي بده يلعب فيه.
يعني احنا نبغى نتكلم يا اخي، لو انت شديت ايش ممكن يكون، واذا انت رخيت ايش ممكن يكون. من باب عرضت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم، يعني علمنا الدين الوسطي أن هناك ما يسمى بالضروريات والمبيحات والتحسينيات. نحتاج إلى أن يعني نعمل في هذه الأمور، أن نربي الأبناء على الضروريات. عندما مثلا نتحدث عن الصلاة نعم. والالتزام بالصلاة وإقامة الصلاة، فنحن نتحدث عن شيء ضروري في حياة الإنسان. عندما نتحدث عن بقية الفروض والأركان نحن نتحدث عن أشياء ضرورية. أما أن يترك الأمر للأب فليس له شغل ولا اهتمام أن هؤلاء الأبناء أقاموا الصلاة أم لا. هؤلاء الأبناء تربوا على العربية والشهامة والأخلاق العالية واحترام الجار والغيرة وغير ذلك من الأخلاق الأساسية التي توجد في الشرقيين، وينساها تماما. فنحن نقدم يعني ونتعامل مثلما يقولون مثل المنشغل بالفروع عن الأصول أو التحسينيات عن الضروريات، كالذي وقع يعني في عباءته ثعبان أو فأرة فأخذ يتساءل: ما اللون؟ ما الشكل؟ ما الحجم؟ كيف هي؟ كيف دخلت؟ المفترض أن يخرج تلك الحية ثم بعد ذلك يعني ينظر إلى تلك التحسينيات أو تلك المبيحات. نريد ألا ننشغل بأمور فرعية عن الأمور الأصلية في مسألة التربية. نريد أن نقدم الأصول عن الفروع في مسألة التربية. نريد احترام الوالدين، البر، الالتزام بالصلاة، الصدق، الأمانة. كل هذه بنقول عليها من الضروريات التي لابد أن يركز عليها الآباء. لو نظرنا في مثلا مثال ميزانية الطفل الياباني، الأسرة اليابانية نعم. تركز 70% من الميزانية على التعليم، على تعليم الأبناء. نعم. طب تعال على الخليج، هناك الأمر فيه انعكاس تماما، أن هناك 70% على الجانب الترفيهي وهو من الأمور التحسينية. نعم، هذا في الأسرة يعني في الأسرة. أيوة. فتركنا الاهتمام بالجانب التعليمي. نعم. وهو من الضرورات في التربية، وبالتالي لم نكن وسطيين في عملية التربية، لأننا يعني ركزنا على جانب فرعي، على جانب ترفيهي. أيوة. وتركنا الأصول وتركنا الضروريات. فهذا خلل في عملية التفكير. ثم بعد ذلك نفاجأ بأن هناك أخلاق منحرفة، أن هناك فكر ضال ينبت من داخل أسرنا نحن، أسر المسلمين الوسطية. هذا الفكر ممكن أن يوجد إذا كان هناك في ضلالة أو في تسيب، يوجد إذا كان هناك مغالاة أو تسيب في نفس الوقت، يعني على حد نعم. سواء. نعم. نعم. وينعكس على الأمر الديني. يعني نحن أيوة. نظن أن هناك الأمر التربوي وأن الأمر الأسري والأمور العائلية منفصلة تماما عن الأفكار وعن المعتقدات الدينية والفكرية. لا، هناك يحدث ما يسمى الانسحاب من الانحراف داخل الأسرة في الفكر إلى الانحراف بسبب تربيتنا نحن لأبنائنا، أن يكون هناك انحراف في الفكر الإسلامي وانحراف في الوسطية لدى هؤلاء الأبناء الذين رأيناهم في سن الثانوية العامة أو في العشرينات، ويمتلكون هذا الفكر الضال بسبب أحد الأسباب طبعا أنها طريقة التربية وطريقة التفكير التي ربينا عليها هؤلاء الأبناء. نعم. أستاذ نزار، برأيك من الذي يشترك في صياغة الوسطية في نفوس أبنائنا؟ هل هي الأسرة فقط؟ الأسرة هي العامل الأكبر. نعم. ولكن يعني عامل أكبر يعني تقريبا بنسبة كم؟ يعني ممكن 70 80 تصل إلى يعني لا يقل عن 60%. نعم. ثم يليها المدرسة تصل إلى 30%، والباقي يعني بين الإعلام وبين الشارع وبين المسجد وغير ذلك. نعم. الابن يجلس ما بين البيت وما بين المدرسة معظم اليوم، وبالتالي معظم حياته. فلما أتحدث عن ابن جلس معي على الأقل 6 سنوات داخل البيت ولم أربي فيه الوسطية منذ نعومة أظفاره، ثم دخل إلى مدرسة يجلس فيها 8 ساعات أو أكثر، وإذا كان هناك تقوية أو هناك واجبات يعتبر اليوم بالكامل لديه داخل المدرسة، ولم أؤثر في تفكيره بوسطية جادة،
فإذا هناك في علامة خطر، وأن هناك في علامات استفهام. ماذا فعلت المدرسة في تربية الأبناء؟ وماذا فعل البيت في تربية الأبناء على الوسطية؟ لماذا ظهر الداعشيون؟ كل هذه الأمور ستكون تساؤلات وتساؤلات خطيرة لا بد على وزراء التربية والتعليم على مستوى الوطن العربي، على الاجتماعيين، على النفسانيين، أن ينتبهوا لهذه الظاهرة. نعم. وهذا الانحراف الفكري سواء كان في جانب التربية أو في الجانب الفكري الديني. نعم، نحن نريد أن نتحدث فعلا على غرس تلك القيمة في نفوس الأبناء. الوسطية معناه أن تقودنا إلى الحب، إلى التفاهم، إلى التحاور، إلى العمل الجاد من أجل بناء النفس والوطن وما كل ما هو طيب، يعني حب الوطن. نعم. نعم، نريد أن نتكلم في ذلك. نعم. أستاذ عادل، أنا يعني أريد أن أبعث رسالة لي ولك ولكل مستمع الآن. نعم. نعم. وعلى مختلف المحاضن التربوية، سواء كانت مدرسة أو أسرة أو إعلام أو غيره. نعم. هناك ما يسمى الخماسية البيئة الإيجابية. أيوه. أو خماسية التفكير الوسطي. هذه الخماسية إذا تم تطبيقها بندخل فيما يسمى الضبط الوقائي للفكر. يعني لن أقع في الفكر الضال إذا تم تطبيق هذه الخمسة بمعايير وببرامج وبمشاريع. جميل. هذه الخماسية الإيجابية التي تساعد على التفكير الوسطي: أولا الحب والحب غير المشروط. ثانيا الاحترام. ثالثا الأمن. رابعا التقدير. خامسا التفهم. جميل. الخمسة دول يا أستاذ عادل إذا تم تطبيقهم في جميع المحاضن التربوية أوقن تماما أنه لن يوجد منحرف أبدا. الحب والحب غير المشروط الذي يكون من الدولة إلى الأبناء ومن الأبناء إلى الدولة، نريد أن نربيهم عليه. نريد أن نربيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة كانت أحب بقاع الأرض إليه وإلى قلبه لأنه نام فيها، فهناك حس وطني وانتماء حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نعم. فهناك حب للأرض. الدولة ليست عبارة عن جدران. نعم. أو حدود. صحيح. الدولة هي عقيدة. عندما نتحدث عن الوطن لا نتحدث عن رسوم في الخارطة، نحن نتحدث عن دين ومنقوش داخل القلب وحب مغروس داخل القلب، فهي ليست مجرد طين ولكنها دين. نعم. نحتاج أن نغرس هذا الحب في أبنائنا، ولذلك لا بد أن نخرج الابن من نطاق الفردية ومن نطاق حب نفسه إلى حب أكبر. تتدرج هذا الحب من حب العائلة، ثم حب القبيلة، ثم حب الدولة، ثم حب الوطن الكبير العربي والإسلامي، وهكذا. نعم. لكي ينشر الحب في درجاته ومستوياته المختلفة، وأن يقدم الكبير عن الصغير والكل عن الجد. هذا في تربيتنا. يعني عندما يرى الابن الأب ينزل إلى أن ينظف الشارع أو إلى أن يساهم عمل خيري في نطاق قبيلته أو في نطاق محافظته، فهو قدم حبه للمحافظة وحبه للوطن على حبه لنفسه أو للعائلة، وهكذا. نعم. هذا يعطي لنا مساحة كبيرة في أن نتعامل مع الآخرين معاملة وسطية. نستأذنك أستاذ نزار، حنطلع الكرام، حياكم الله مرة أخرى وفي برنامجكم طاقات بلا حدود. للمشاركة معنا إذا كان هناك لديكم من نقاط أو يعني مشاركات، بإمكانكم مشاركة عبر حسابنا في تويتر على @ALIFFM ALIFFM. كذلك للراغبين بسماعنا عبر الرابط الإلكتروني على www.alifalffm.com. أذكركم مستمعينا الكرام بأن هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج طاقات بلا حدود هي مسجلة وموجودة على قناتنا في اليوتيوب، بإمكانكم الرجوع إليها بالعنوان، طبعا عنوان الحلقة: الوسطية في التربية مع المستشار التربوي الأستاذ نزار رمضان. حياك الله أستاذ نزار. وإحنا تحدثنا عن الخماسية وهذه الخماسية المدروسة في غرس فعلا الحب، ويعني كقيمة ممكن أن تنطلق من خلالها وأن تكون لها إنتاجية إيجابية. نعم. بدأنا بالحب. نعم. وأن يقدم الحب غير المشروط الأكبر عن الأصغر، والحب نعم. غير المشروط. نعم. وأنا لا أقدم
لابد أن آخذ، لابد أن نربي على هؤلاء الأبناء مثل حب الوالدين لأبنائهم، يعني حب غير مشروط، يعني أنا بأعطيه وكذا لا أنتظر منه شيء، لكن إنما هو حب فطري موجود يعني. صحيح. ثم بعد ذلك نأتي إلى العامل الثاني وهو الاحترام، أن يكون هناك احترام متبادل بين جميع الأفراد من الأب والأم إلى الأبناء، حتى لا يكون هناك ضغط، وأن يكون هناك يعني عدم تقدير للذات، وأن يكون هناك شعور بالدونية أو شعور بالنقص، فيحاول أن يزيد من هذا النقص بعملية الانحراف الأخلاقي أو بعملية الانحراف الفكري، فيكون هناك يعني تبني لأفكار شاذة حتى يقول أنا موجود، أنا هنا، أنا أغير بطريقة مختلفة، أنا في المقدمة، ويأخذ ألقاب كبيرة لأنه لم يأخذ تلك الألقاب من الحب ومن الاحترام داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو داخل الوسط والمحضن التربوي. نعم. أيضا الأمن، نريد أن نشعر هؤلاء الأبناء بأنهم في أمان، وسواء كان داخل البيت أو داخل المدرسة لا يوجد تهديد، لا يوجد رفع للأصوات، لا يوجد كلمات، لا يوجد عنف. أيوة. وهذه الأمور إذا لم يكن هناك أمان سيكون هناك مباشرة إرهاب، سواء كان داخل الأسرة أو خارج الأسرة، لأنه لم يشعر بالأمان داخل الدولة أو لم يشعر بالأمان داخل الأسرة أو لم يشعر بالأمان داخل المدرسة، فيحدث هذا أنه يتولد فيه حب للانتقام وبالتالي زعزعة للأمن. يعني الأمان لابد أن ينطلق من البيت، من الأسرة أول شيء، أن يكون مستقر نفسيا، لا يجد هناك نوع من الإيذاء أو التعنيف أو الصراخ على قولهم على كل حاجة، على الصغيرة والكبيرة، على الدخلة والخرجة. نعم صحيح. أيه. يعني لو يعني تحدثنا على نقطة أن الأصل أن يكون البيت هو عبارة عن سكن ومودة ورحمة، طب لم يكن هناك لا سكن ولا مودة ولا رحمة، سيبحث عن هذا بطريقة مختلفة. نعم. الابن مثلا، أنا عندي مثال أضربه أستاذ عادل. أيوة. لما يكون داخل المدرسة أو داخل الأسرة وليكن مثلا القلم وقع منها أو الدفتر أو كوباية الشاي، فماذا يحدث؟ المدرس أو الأب أو الأم يرفع الصوت، يهدد، يعني ممكن أن يسب، ممكن أن يشتم، ممكن أن يضرب. نعم. تمام؟ صحيح. طيب هذا الابن في الليل خرج إلى مقهى وبدأ يشرب شيشة ولا يمارس بعض الأشياء الفعلا. تمام. فطاح يعني هذه الشيشة على الأرض ولا الحجارة على الأرض، ماذا يصنع العامل؟ يقول له فداك 1000 حجر، فداك 1000 طبق تم كسره. الفرق بين الاثنين واضح، هذا حب وهذا نوع من أنواع الطرد. فأصبحت الأسر طاردة للأبناء، أصبحت المدارس إلا من رحم الله طاردة للأبناء. نعم. نحن نحتاج إلى أن يكون هناك حب. أنا أريد أن ابني أن يأتي يحكي إلي، لقد قابلني واحد دخلت اللعبة الفلانية، حكى لي فكرة شاذة، فكرة ضالة، بدأ يتكلم عن الحكام، بدأ يتكلم عن الدين، بدأ يتكلم على التغيير باليد أو التغيير بالعنف. إذا لم يكن الأمن موجود لن يبيح ولن يتكلم أبدا. صحيح. فسيكون منعزل على نفسه، وبالتالي تخرج تلك الأفكار التي تم كتمها بسبب أن ليس هناك أمن من الأب أو الأم أو المربي، ليخرج ما يخرج إلينا ويقتل ابن عمه أو يسهل لهم بعض العمليات، وهو نسى تماما الأمن والاحترام والحب. نعم. نعم. ننتقل الآن إلى المضلع الرابع أو الخامس. هو التقدير. رابعا لابد أن أقدر هؤلاء الأبناء. نعم. داخل الأسرة، وهذا التقدير له وسائل كثيرة، أن يكون له رأي داخل الأسرة، أن يتم الاستشارة بالنسبة له، أن يعطى خيارات، فأنا أقدره. ليس يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا، ليست التربية الفرعونية تأتي بناتج. لابد أن أقدر هذا الابن، ومن التقدير أن أعرف إمكانياته، من التقدير أن أقدم له الخيارات، من التقدير أن يكون له الاستقلالية، وأن نبكر بالاستقلالية، وأن نبكر أيضا بإشباع الحاجات. لا أنتظر ابني أن يطلب مني الحاجيات العاطفية مثلا، أو أن يطلب الحب، أو أن يطلب الأمن، أو أن يطلب الوجود. أنا أسارع
فأن أعطي له الاستقلالية، وليكن مثلا له بطاقة صراف خاصة به أقدره، وليكن هو الذي يتقدم إلى البائع، وهو الذي يشتري، وهو الذي يفاصل، وهو الذي يذهب، وهو الذي يحل المشاكل، وبالتالي هذا تقدير له. أنا أبكر ما يسمى بالرجولة داخل الأبناء والبنات. لا أنتظر إلى أن يكون هناك نوع من أنواع التسيب التي تحدثنا فيه في بداية الحلقة، والتسيب والدلع والدلال الزائد. أنا أريد أن أربيه عن الرجولة، أريد أن أربيه أيضا على كيف يفكر، ودي أتمنى يعني ندرج لها محور، لأن العيب ليس في تفكير والفكر الضال في حد ذاته، ولكن في طريقة التفكير التي وصل بها إليه هذا الابن الشاذ أو الداعشي أو المنحرف أخلاقيا أو فكريا. يعني هذه 4: الحب والاحترام والأمن والتقدير. إذا لعب عليها الآباء والأمهات يعني سيكون هناك نوع من أنواع الضبط، ما يسمى الضبط الوقائي. وهناك أيضا الخامسة وهي التفهم. يعني أعتقد أنا بسمع وأنت بتسمع، والسادة المستمعين أستاذ عادل يقول لك أبويا مش فاهمني، أمي مش فاهماني، انتوا مش فاهميني، المدرسه مش فاهمين، خاصه اذا كان وصل الابن الى مرحله المراهقه وعنده اراء وعنده افكار وعنده ميول معينه. صحيح. وبالتالي لابد ان اتفهم. وبالتالي انا يعني كنت في احد المقالات خاطبت مع المعالجه الامنيه لابد ان يكون هناك فهم لطبيعه سيكولوجيه المراهق. وان نفهم، لان معظم هؤلاء الذين يمتلكون الفكر الضال هم في ما بين 15 سنة إلى 30، وبالتالي هذه هي في قمة المراهقة وفي عز المراهقة أو البلوغ. وبالتالي يحتاج مننا، وأنا أعالج من الناحية الفكرية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الأمنية. لا بد على الداعي الذي يتحدث أو الناصح الذي يتحدث مع هؤلاء لابد أن يكون يمتلك معرفة تلك المرحلة وخصائص تلك المرحلة، حتى يتفهم هؤلاء كيف يفكرون وكيف يتكلمون وكيف يتحركون. إذا لا بد من التفاهم. على الأب والأم أن يقرأ في خصائص المرحلة المختلفة سواء في الطفولة أو في البلوغ. لا بد أن نتفهم لماذا أن يصدر هؤلاء الأبناء مثلا صوت عالي، يريد أن يقول أنا موجود، افهموني، أنا هنا، افهموني، شاركوني معكم في القرارات، افهموني، أنا إنسان، افهموني، أنا أحتاج إلى أن أكون موجود داخل الأسرة وداخل المدرسة وداخل المجتمع. فكلما زادت مساحة الوجود ومساحة الحركة ومساحة النور اختفت مساحة الظلام تماما. ويعني أنا أضرب مثال هنا أستاذ عادل رائع جدا في جدة عندما حدثت السيول. هؤلاء الأبناء الذين نتحدث عنهم بأنهم مستهترون وبأنهم ضائعون وبأنهم في المولات يعاكسون وأنهم لا يمتلكون شيئا في هذه الحياة ولا فكر، من الذي سارع وتقدم في العمل الخيري والعمل التطوعي أثناء سيول جدة؟ فعلا كان الشباب هم السمة الواضحة في المكان، بل لست مبالغا إذا قلت أنهم كانوا أكثر سرعة من الدولة. صحيح. ومن المنظمات يعني العمل المدني أو الرسمية. نعم والجهات الرسمية. نعم تحركوا، كان لديهم هدف، وجدوا مساحة يتحركون فيها ويثبتوا الوجود. فلماذا لا نعطي لهم وجود برا الأزمات، بعيد عن الأزمات؟ لماذا ننتظر الأزمة من وجود حرب مثلا، من وجود كارثة، حتى نجمع هؤلاء الشباب على فكرة وسطية أو على فكرة خيرية؟ يعني في نموذج يعني اطلعت عليه في أحد المدارس، مدارس الحصان في المنطقة الشرقية الثانوية. نفذوا مبادرة رائعة جدا اسمها مبادرة وطن واحد، وكانت الفكرة أنا في وجهة نظري أنها فكرة عبقرية. هؤلاء أبناء الوطن على الحدود في عاصفة الحزم لا يذهبون إلى المدارس، وهناك إشكالية في المواظبة هناك، فدشنوا هذه المبادرة. وهذا اللي أنا بقول عليه هو عملية الحب الذي ينطلق من داخل المدرسة ويغرس في قلوب الأبناء. فعملوا المبادرة اسمها فصول افتراضية عبر الإنترنت. يعني أكثر من 10,000 طالب يدرسون من بيوتهم عبر الشبكة العنكبوتية، وفصول حقيقية بحصص ومنظمة مرتبة.
فكأنها رسالة من المدرسة لهؤلاء الأبناء الذين يعيشون في المنطقة الشرقية ولديهم قلب نابض مع الحدود الجنوبية. وبالتالي اللي أنا قلت عليه يا أستاذ عادل أن نقدم حب الدولة وحب الوطن على حب الأسرة وحب العائلة وحب الفرد. اي نعم، عندما نشعر انه فعلا احنا حبنا الوطن هذا بيتنا كلنا، ويعني وكل فرد فيه هو واحد من افراد الاسره، ولا بد ان يكون في التكاتف والعمل مع بعض، وولاة الامر في ذلك هم بمثابه القاده الاباء اللي هم فعلا يعملون مع، يعني كلنا نعمل جنبا الى جنب في ذلك. وهذا جميل ان نغرسه وان نضع هذه الصوره يعني في ذهن وقلب كل فرد فينا، الصغير والكبير على حد سواء. صحيح. فمن خلال المحضن التربوي، نعم من خلال المحضن التربوي جميل. وهنا المحاضن التربوية لها دور فعلا. نعم، من خلال الإعلام زي ما الدور اللي أنت بتقول به الآن، وهو دور مهم جدا في تربية الأبناء على الوسطية، وأن يعرف الآباء كيفية طرق التربية. كلنا نتعاون زي ما بنقول، تعددت الأسباب والإرهاب واحد، فإذا هناك أسباب كثيرة لابد أن نشتغل عليها، وهناك محاور كثيرة لابد أن نعمل عليها. ودي دور الإعلام، دور التربويين، وأنا معكم، دور الإعلام بطاقات بلا حدود وغيرها من البرامج التي تقومون بها. يعني لا يوجد دوائر منفصلة، كلنا دوائر نكمل بعضنا بعضا. نعم. طبعا مستمعينا الكرام، ما زلنا احنا حول موضوعنا عن الوسطية في التربية مع الأستاذ نزار رمضان. أذكركم بأنكم تستطيعوا المشاركة في بعض النقاط، يعني إذا كان هناك لديكم أي إضافة على حسابنا في تويتر على ألف اف ام ALIF FM، وكذلك استماعكم عبر الرابط الإلكتروني من أي موقع كنتم، سواء كنتم في أي مدينة أو في أي دولة أو في أي مكان، على www.alifalifm.com ALIF. ما زال موضوعنا حول الوسطية في التربية، وهي النقطة المهمة جدا، حيث يتأسس فيه الفرد في هذا المجتمع، واللبنة المهمة والأساسية وهم أبناءنا الذين يسهمون بإذن الله تعالى في صناعة الأمة والوطن. مع الأستاذ نزار رمضان وهو المستشار التربوي. وأستاذ نزار ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني ليس كاتب لمقالات وأيضا لأفكار تربوية، إنما هو يقوم على بعض الأنشطة الطلابية والتربوية الجميلة والرائعة والهادفة في مختلف مدن المملكة، في جدة، وأيضا هو الآن في المنطقة الشرقية. لذلك نحن نتحدث عن أمور عملية وتطبيقية ومهارات لابد أن تكون في يعني في يد وفي عقلية وفي نفوس أبنائنا، لأنه لا نحتاج فقط أن نتحدث بمجرد تنظير أو كلام يوجه إليهم، إنما نحتاج فعلا إلى تطبيق. أستاذ نزار، طبعا فعلا كل أب، كل أم، كل معلم، كل تربوي يحتاج يقول طيب أنا كيف أبدأ؟ ماذا أعمل؟ أعطيني الخطوات اللازمة، يعني أعطينا من المواقف، من القصص، من الدورات، البرامج التي قمتم بها، حتى فعلا نحن نسير على هذا الأمر. كيف يتم ذلك؟ وإذا كان لديكم من بعض هذه البرامج موجودة، كيف نصل إليها؟ كيف يعني نتحدث إليكم؟ يعني الناس بيسألوا بهذا المنطق ويوجهون سؤالهم إليك. نعم. يعني أشكرك أستاذ عادل. يعني الوطن يحتاج إلى وجود تربويين كثر، يحتاج إلى برامج حقيقية على أرض الواقع. يعني هناك فريق قادة الغد، وهو يعمل من خلال الوسطية وإلى الوسطية وتربية هؤلاء الأبناء وإصرارهم على الوسطية. فدشنا هذا الفريق لمدة يعني 3 سنوات الآن، ويدخل في الرابعة، في أن يعمل على خدمة الوطن، وخصوصا من خلال العمل الخيري والعمل التطوعي. فهؤلاء الأبناء وجدوا أنفسهم مع الفقراء، وجدوا أنفسهم مع أصحاب الاحتياجات الخاصة، وجدوا أنفسهم يقولون نحن موجودون ونحن نغير ونحن نعمل ونحن يعني نساعد في بناء الوطن بطريقة حقيقية. المراحل العمرية أستاذ نزار اللي هي من المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، بتبدأ من صف أول ابتدائي، وبفضل الله سبحانه وتعالى حاصل الفريق على المركز
افضل ثالث فريق عمل تطوعي داخل المملكه في مسابقه قامت بها مؤسسه نماء في اكثر من 30 فريق عمل تطوعي، وحصل على المركز الثالث. واصغر فريق عمل تطوعي في الشرق الاوسط انه بيبدا من صف اول ابتدائي. وهناك يعني هو الفريق مشهور في جده وفي مكه، والان في هناك تجربه لاستنساخه في المنطقه الشرقيه. ويعني انا عايز اقول ان زي ما بنقول ان يد واحده لا تصفر، وان هناك صوت واحد لا يسمع. لابد ان المدارس والمؤسسات ومراكز التدريب، يعني انا استغرب استاذ عادل ان هناك كم هائل من مراكز التدريب داخل المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج، لماذا لا تقوم بهذا الجانب التوعوي وهذا الفهم للوسطيه وتقييم البرامج لها؟ انا يعجبني عندما يدخل الشباب المقبلين على الزواج بالدورات التاهيليه. تمام. فتمنيت وخاطبت بعض الجمعيات زي جمعية البر بأن تدخل التربية، دورة التربية على الوسطية بداخل تلك الدورات للمقبلين على الزواج فعلا، لأنه سيكون لديه بعد ذلك أبناء، سيكون لديه بنات يمتلكون، قد يمتلك من ابني أو ابنك أو غيره فكرا منحرفا. كيف أتعامل مع هذا الفكر وكيف أتجنب الوقوع في هذا الفكر؟ يبقى لابد من الجمعيات، لابد من المدارس، لابد من الأسر. أنا يمكن معلش على تجربة أخرى حصلت أمامي وأقول يعني تحية وأرفع قبعة الاحترام لكل من قام بتلك التجارب. مدرسة هي مدرسة الحصان أيضا، لأنها مهتمة بالجانب الوطنية بطريقة كبيرة. فلهم تجربة رائعة جدا في المدرسة، سموا القاعات بأسماء الشهداء من نفس المنطقة. الله. تمام؟ نعم. وبالتالي دي رسالة لي، أمامكم بطولات وأمامكم أبطال. هؤلاء الأبطال كانوا يأكلون معكم ويشربون معكم ويحيون معكم. هؤلاء يدافعون عن أرضكم ويدافعون عن أرضكم. هؤلاء يستحقون الحب. هؤلاء والدولة تستحق الحب، والوطن يستحق الحب، والدين يستحق الحب والتضحية. وبالتالي رسالة كبيرة. اللي حصل أن بعض الأسر أخذت تلك التجربة من المدرسة وسمت غرف الأبناء بأسماء الشهداء، سواء كان في أسرهم أو من حولهم في المنطقة. فأنا بقول إن إحنا بنتكامل، والفكرة التي يمكن تطبيقها في المدرسة هنا يمكن أن تطبق في مدرسة هناك، والفكرة التي تطبق داخل الأسرة هنا يمكن أن تطبق في أسرة هناك. يمكن أستاذ عادل أنا أحتاج أن أنا أركز على نقطة مهمة لو تسمح لي. نعم تفضل. وهي يعني في عالم اسمه جولدن ألبرت عمل حاجة اسمها مقياس الإرهاب، أو مظاهر إذا كانت موجودة لدى الأبناء أو يمارسها في التربية، فالابن دلوقتي يطلع إرهابي أو يطلع مؤذي أو يطلع كاره للوطن وكاره للأسرة وكاره للدولة. وإحنا بنتكلم عنها. اتمنى ان انت كده مع نفسك والساده المستمعين يشوفوا واحنا بنقع في المشكله دي ولا لا، هو انا عندي الظاهره دي ولا لا، المقياس ده هو انا فيه بنسبه قد ايه امارس المظاهر ديت على ابنائي، وبالتالي يمكن ان يكون فيه مثلا خمس داعشي ولا خمسين داعشي ولا 3 أخماس ولا بطبق كله عليه. نعم. النقطة الأولى أو في المقياس الأول اسمه الامتناع عن التعبير داخل الجماعة، اللي هي الأسرة أو المدرسة أو القبيلة أو المحافظة أو الوطن الكبير. إن يعني أكبت يعني حرية التعبير عنده. أيوة. بيكون مكبوت. نعم. وبالتالي لا يعبر، لا يستطيع أن يقول رأي داخل الأسرة ولا غيره ولا في المدرسة، ليس له رأي، هو مهمش، هو يأخذ الأوامر وفقط. نعم. تمام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ما يسمى بالتجنب أو الانعزالية. تمام. كأنه مش موجود داخل البيت. الأب والأم هم اللي شغالين، الأب والأم هم اللي بيخططوا، الأب والأم هم اللي بيصرفوا، الأب والأم هم اللي بيودوا المدرسة ويختاروا المدرسة، المدرسة هي اللي بتختار له الفصل، هي اللي بتختار له المعلمين، وهكذا. فهو في جنب. منعزل. إشكالية كبيرة. نعم.
وانا والساده المستمعين يستمعوا يحاول يجيب. طب اعمل ايه علشان ما يكونش في امتناع عن التعبير؟ ما هي البرامج التي اقوم بها وافعلها حتى صحيح. أنا حتى أفكر في الجانب الآخر، الجانب الإيجابي اللي ممكن نعم. أنه يكون إنسان منطلق ويتحدث ويعبر ويحاور، هذا مهم. مهم جدا. نعم. الامر الثالث ما يسمى بالتمييز. كم من اب وام يميزون بين الابناء؟ التمييز. التمييز. نعم. يخلي الابن يقول الابن الكبير اكثر اهتماما وترك الصغير. تمام. الابن الشاطر والمتميز والمتفوق يهتم به وترك الذي لديه مشاكل. نعم. واضح. فاذا اصبح مميزا. نعم. داخل اماكن عملنا، داخل المدرسه، علشان ابن المدير فهو يقدم وهو مميز. اشكاليه. وهذه مشكله فعلا، اني انا دائما بقول لابني او بنتي شوف فلان افضل منك، او شوف هذا ايش سوى، يعني احسسه بالدونيه بطريقه أيوة. المفاضله، يعني دائما ابين انه في افضل منك. نعم. وللاسف انه في اباء ويمكن امهات يمارسونها من باب انه والله ابغاك تكون يعني احمسه عشان يوصل زيه. لا، انا بالعكس انا حطمه. نعم صحيح. وبالتالي دي التمييز. وانا اقول اذا يا ام ويا اب ويا معلم انت عايز تحفزه وتميزه، ميزه مع نفسه. اي لا تضعه في مقارنه. اقرنه مع نفسه هو. نعم. خط الزمن. خليه يتحدى نفسه هو. نعم فعلا. ايوه انت كنت العام الماضي كيف، الان كيف، فهو يقارن نفسه بنفسه. ولذلك انا اقول للاباء والامهات اعملوا سيره ذاتيه كل سنه للابناء علشان يقارنوا هم نفسهم بنفسهم. جميل. تمام؟ جميل، فكره حلوه. نعم. دي الامر الثالث اللي احنا قد نمارس الكبت داخل الاسره وداخل المدرسه او المؤسسات والمحاضن التربويه. نعم. ان نجعلهم في انعزاليه من التجنب، ان نجعل البعض مميز عن الاخر وبالتالي يشعر بالدونيه ويريد ان يكون مميزا بطريقه مختلفه فيروح للارهاب. الامر الرابع وهو التربيه على الهجوم. التربيه على الهجوم ازاي؟ كيف؟ الاب والام والمدرس عندما ياتوا في الخطاب يقولون كلمه او يبداون عباراتهم بانت. انت عملت، انت رحت، انت تسببت. والافضل ان يتحول من انت الى انا، والافضليه الى نحن. فيها شراكه. يا سلام. احنا اتفقنا مثلا بترتيب الالعاب للابن الصغير، احنا اتفقنا على جدول في المذاكره، احنا اتفقنا على كذا وكذا. ففيها اللي احنا كلنا في مركب واحد، اللي احنا كلنا متكاتفين، اللي احنا كلنا نريد ان يعني يخدم بعضنا البعض وان ايدينا ببعض، وان النصر بنسميه النصر العام لنا كلنا وليس للشخص. فلم نربيه على ان يقول نفسي نفسي. يعني انا امس كنت اكتب مقال في فقه النمله في التعامل مع سيدنا سليمان في التربيه. نعم. فما قالتش وهو الجيش جاي وسيدنا سليمان والجنود، لا، راحت جري وقال يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمله لم تقل نفسي نفسي. لا، بادرت وراحت. انا معايا مجتمع، انا معايا عائله، انا معي وطن، انا معي دولة. فبالتالي نريد ان نتحول من الفردية الى الجماعية. نريد ان نتحول من الحس الفردي والنزعة الفردية الى الحس الجمعي الجماعي ينهي عملية الهجوم. وان تبدأ عبارتنا بكلمة نحن او كلمة انا افضل من كلمة انت التي فيها اتهام دائما وفيها هجوم دائما. رفع الاصوات هذا من الهجوم. ان الابن الكبير هو ياخذ حقه لانه فتوه داخل البيت، ولانه يمتلك العضلات والصوت العالي داخل البيت. صحيح فعلا استاذ نزار. يعني مهما كان الانسان حتى وان اخطا لا يحب ان احد ان يقدح شخصيته، يقول انت يعني فيك، او انت ليش ما. صحيح. يعني لابد اني اذكر الفعل. ممكن يعني اقول العمل اللي عملته، مو لا اقول انت اللي فيك وما يخطيك من هالكلام. ولذلك فعلا لا يعني يظل التقدير للشخص، يعني له محبته وكل شيء، لكن ما نكرهه هو الصفة او العمل الذي قام به. نعم. انت عارف يا استاذ عادل، انا كلما حدث هذا الموقف امامي واقراه او يعني احكيه يعني دموعي تنهمر في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد على الزانية وحرصي عليها ألا يقام الحد أصلا. وعندما أقيم عليها الحد
وخرج منها الدماء ولوثت أو جت على يعني أصحابي، ثم قال لعنة الله، يعني فشتمها سبها. يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا واحمر وجهه وصاح: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل مصر لوسعتهم، أو على أهل المدينة لوسعتهم. أنا كنت بقول الكلمة اللي أنت بتقولها، أننا الاحترام الذات يقدم على الفعل السيء. هو كان السب كان للذات، كان للزانية، للشخصية، وفي إسلامنا ليس هذا. ولكن الرجم كان للفعل. صحيح. يعني إقامة الحد كان علشان الفعل وليس علشان الشخص نفسه في ذاته. أنا أحترمه وأعاقبه باحترام، وأعاقبه وأنا أحبه أيضا داخل البيت أو داخل المدرسة. لابد أن تصل تلك الرسائل إلى هؤلاء جميعا، أن نأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطبق في مدرستي وأن نطبق في أسرتي. صحيح. وهذا يشابه فعلا أستاذ، وهذا يشابه قصة شارب الخمر الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بجلده وسبوه بعض الصحابة فقال لا تسبوه إنما هو يحب الله ورسوله. يعني الواحد يفكر فيها، يعني بيشرب خمر بيحب الرسول والله عز وجل، والرسول يثبت أنه هذه المحبة موجودة في داخله، فهو جلده على فعل، لكن في نفس الوقت أثبت له أنه ما زالت المحبة موجودة في داخله وفي نفسه وفي قلبه. فرض. نعم. جزء من الكبير، من الأسرة، من المدرسة، من الوطن. نعم. حتى لو جار عليه. والله مهم جدا نفهم يعني النفسية ونتعامل معها حتى نصل إلى هذه الوسطية. الدقائق الأخيرة تقريبا 12 دقيقة الأخيرة، وحديثنا ما زال مستمر حول الوسطية في التربية، وهذا أمر مهم جدا نحن بحاجة إليها إلى يعني كآباء وأمهات وتربويين ومعلمين، حتى نصل بهذا الأمر وبهذا المفهوم إلى أبنائنا ومن هم تحت أيدينا ممن استرعاهم الله سبحانه وتعالى، بحيث نقوم به حق قيام. وكانت نقاط جدا رائعة ومهمة ذكرها الأستاذ نزار رمضان المستشار التربوي، ومهم جدا فعلا أن تعودوا إليها لمن لم يحالفه أن يسمع ما مضى من دقائق من هذه الحلقة، أن يعود إليها في قناتنا على اليوتيوب بحيث يجد الحلقة كاملة حول موضوعنا الوسطية في التربية. أستاذ نزار الحديث لديك، ومكملين إذا كان هناك نقاط عن كيف تجعل ابنك يعني كان ذكرها أحد أنه إرهابيا بامتياز، يعني بحيث أنه الواحد يبتعد عنها. ذكرت أنه الامتناع عن التعبير، التجنب أو الانعزالية، التمييز، التربية على الهجوم كقول أنت من هذا القبيل. نعم. في الخامس والأخير في هذا المقياس الذي يعني نقيس نفسنا عليه، وهو عملية الإيذاء أو الإفناء. اللي أنا بعامل هؤلاء الأبناء بشراسة، بجلد، بضرب، بسب، بشتيمة. فبالتالي هذا الابن تربى على أن يأخذ لكمات لا كلمات. تربى هذا الابن أن يأخذ الحق باليد، ليس بالقانون وليس بالنظام وليس بالترتيب والتنسيق. وبالتالي هو تربى على هذه الأمور الخمسة. إما نحن نمارس تلك التربية، أو هو يمارس هذه المظاهر مع إخوانه أو مع أخواته أو داخل نطاق الأسرة أو داخل نطاق المدرسة، وبالتالي يخرج إلى المجتمع يحمل تلك الخمسة أو جزء من هذه الخمس. نعم. ويأتي يكون فريسة سهلة. كلما تحقق جزء من تلك الخمس كلما كان أقرب إلى الفكر الإرهابي وسهولة دخول الفكر الإرهابي. إذا كان هناك يعني عدم تعبير، إذا كان هناك تجنب انعزالية، إذا كان هناك تمييز، إذا كان هناك هجوم، إذا كان هناك إيذاء، إذا تحققت فيه الخمسة بكل سهولة وبساطة، إذا قابله الفكر الضال والفكر الشاذ، سهل جدا أن يقع فريسة هؤلاء وأن يحتضنوه احتضانا كبيرا وأن يكون أحد أعضاء هؤلاء. فعلى الآباء والأمهات أن يراجعوا الخمسة وكيف أقوم بعملية عكسية لكي لا أقع فيها. فمثال مثلا لو حابب نعطي بعض الأمور اللي ممكن يمارسها الآباء، يا ريت الأمثلة مهمة جدا من خلال الواقع يعني. نعم. وكذلك المدرسة. مثلا عملية الامتناع وعدم التعبير داخل الجماعة. هناك أيضا فكرة جميلة جدا يمكن أن تقام داخل البيت، وما يسمى مجلس شورى العائلة. هو يعبر عن نفسه.
ويعبر عن ذاته ويتكلم ويأخذ وينقد ويقول للأب لا أو الفكرة دي مش عجباني، وبالتالي هو يعبر عن داخل الأسرة بفكر جميل. يمكن أن يكون هناك ما يسمى اللقاء الأسري السعيد، ساعة في الأسبوع يجتمع الجميع وكل واحد يتكلم عن جدوله مثلا في الأسبوع القادم أو خططنا. الأب يقول والله أنا مثلا داخل في مشروع، أنا هبني بناية، إحنا محتاجين أن نكون في الناحية الاقتصادية بالطريقة الفلانية، وبالتالي يبقى هيعبر الابن لا والله المفترض نعمل كذا، يعطي فكرة، ودي اللي هو التعبير. فلن يمتنع عن التعبير داخل الجماعة، بل أنا أساعده على التعبير داخل الأسرة وداخل المدرسة. ايضا يعني من الامور الحلوه او قامت بها ايضا مدرسه الحصان في عمليه التربيه الوطنيه. وانا عايز كمان رساله معلش لوزير التربيه والتعليم. نعم. ماده التربيه الوطنيه يا استاذ عادل احتاج اللي هي ترجع. يعني احنا عندنا مواد زي ترجع كما هي ام ترجع مع تطوير؟ يعني اولا هي الان ليست موجوده. نعم انا موجود بترجع، لكن هل يعني انها تطور وتعود؟ صحيح، بطريقه وهي عمليه طريقه الممارسه، طريقه التدريب، وليست الناحيه النظريه احب الوطن وحدود الوطن وتضاريس الوطن. نريد ان تكون فعلا كلمه تربيه ان تسبقها، يعني سبقت الوطن، سبقت الوطنيه ان يكون هناك تربيه على تلك الوطنيه. فمهمه. في المدرسه زي ما قلت لك استاذ عادل قاموا بما يسمى مجلس شورى المدرسه. نعم. تمام. وبالتالي اصبح هناك بعض مندوبي الابناء يدخلون الى مدير المدرسه ويتكلمون معه ويعبرون، ونريد وبالتالي هو التعبير. فنريد ان نلعب على تلك الجزئيه، ان يكون هناك في التعبير، وهو بالتالي سيمنع اي شيء يظهر في الظلام. مليكه يحب رئيسه في العمل فانتشر الحب، وبالتالي نقطه الحالات المستمره والمتنوعه. نعم. طب انا ما عملتهاش يبقى ما اروحش للضرب. صحيح. يعني اذا ما عمل محاولات مو الابناء اللي يحتاج الضرب، صراحه هو اللي يحتاج الضرب. نعم. احسن. وبالتالي لن يكون هناك ايذاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان خادمه موجود معه وخدم معه 10 سنوات لم يقل له لما فعلت كذا فعلت كذا. يعني حب موجود، ما فيش هجوم رغم انه كان يقوم باخطاء. نعم. ولكن الحب هو الاساس. الحب يمنع الارهاب، الحب يمنع الانحراف، الحب يبني الوطن، الحب يجعل هناك وسطيه داخل البيوت وداخل الاسر وداخل المدارس. نحتاج الى ان نحيا بالحب ومع الحب لكي نربي أبنائنا على الحب. وفعلا الحب هو ترجمة يعني بالسلوك، وليس مجرد كلمات تغنى فقط، إنما هو واقع، هو عمل، هو يعني فعلا شيء ملموس لابد أن يوجد من الآباء والأمهات التربويين، وكذلك سيجدون ثمرتها إن شاء الله في أبنائهم ويجدون نتائج هذا الحب. شيء رائع وجميل إن شاء الله. نعم. يعني احنا لما بنتكلم ان هذا الابن اذا تم التحويط عليه من خلال، انت عارف سلوكيات البطه مع ابنائها وهي ماشيه بتجيب دوت بالجناح اليمين وتحط دوت بالجناح اليسار وتاكل دوت. احنا نحتاج الى ان يكون هذا مع الابناء. الابن المنحرف والابن الضال والابن اللي هو فلت، عامل زي نقول الحصان الجامح اللي بيجري الطارد المنفعل. ماذا نصنع معه هذا يا استاذ عادل؟ ماذا نقدم له؟ تركب خيل ولا لا؟ لا. اكيد طبعا تركب خيل يعني. شوف يقدم له السكر. نعم. مع انه يعني متمرد، ولكن نريد ان نجذبه، نريد ان نرجعه. وبالتالي اذا انا جعلت ابني مجرما وجعلت ابني داعشيا وجعلت ابني ارهابيا، ما الحل؟ الحل ان تقدم له السكر، ان تقدم له ما يسمى بسكر التربيه، وهو عباره عن الحب والاحترام والامن، وتعالى وانت ابني وزي ما قلت انا لا اناقش الفكره، هو قد يكون اعلم مني، صح ولا لا؟ نعم. يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن ولكن لديه خلل في طريقة التفكير، لديه خلط بين الإيجابيات وبين السلبيات، لم يتربى ويتدرب على فن حل المشكلات.
ولكن الابن هذا الضال إذا كان هو ذهب إلى الفكر الضال والانحراف والإرهاب من خلال تربية، أحد الأسباب أن تربيته ساعدته على ذلك، فإذا ناقشته في الفكرة نفسه لا، هؤلاء معتدون وهؤلاء كفرة وهؤلاء سيزيد العناد، لأنه من سيكولوجية المراهق أنه معاند، وبالتالي سيدافع عن فكرته هو ليثبت وجوده. صحيح. فأنا لا أناقشه في طبيعة الفكرة. نعم. الفكرة ضالة والفكرة شاذة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، سيزيد عندا وعنادا وصلابة، ولكن أتحدث معه. طب تعالى، كيفية التغيير، كيفية الحل، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف. طب تعالى نشوف إذا فعلوا أن التفجير أو التكفير ما هي إيجابياته، ما هي سلبياته. تعال نشوف أحداث من وراء هذه الأمور، تعال نشوف النتائج المترتبة عليه القريبة والبعيدة، تعال نتحدث عن نظرة غير المسلمين إلينا، تعال وهكذا. فأنا أناقشه بطريقة التفكير وليست في الفكرة في حد ذاتها. في نفسها. نعم. 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 الله يعطيك العافية أستاذ نزار، حقيقة حديث شيق جدا ونقاط مهمة لنعرفها كلنا حتى نصل بإذن الله تعالى إلى الوسطية في التربية. طبعا لك كل تقدير. طبعا أستاذ نزار رمضان وهو المستشار التربوي وصاحب مقالات وبإذن يعني تربوية مهمة جدا، ويعني برامج تربوية ملموسة وواضحة على أرض الواقع في عدد من المدارس. أشكرك، لك كل الشكر والتقدير أستاذ نزار. أشكرك وأشكر السادة المستمعين والأستاذ عبد. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، وذكركم كذلك بأن هذه الحلقة مسجلة وموجودة إن شاء الله على قناتنا في اليوتيوب. كل التقدير مني أنا